بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي جماهير النادي المصري في بورسعيد وفي كل مكان، يسعدني حديثي معكم اليوم عن اللقاء المصيري ما بين فريقي النادي المصري وسيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة للموسم الثاني. وهي المباراة التي تجد حراك رياضي كبير جدا في الشارع البورسعيدي. شهدنا معه عدد كبير جدا من اللافتات في كافة الأحياء، خاصة مدينة بور فؤاد. المباراة أعتقد إن هي بتلقى اهتمام بالغ وكبير جدا من الجماهير، باختلاف أطيافها وباختلاف فئاتها. بورسعيد مدينة تكاد تكون في المقام الأول، هي مدينة رياضية بتهتم بالرياضة بشكل كبير جدا. الرياضة فيها وخاصة كرة القدم يعني تعتبر هي معشوقة الجماهير في تلك المحافظة الصغيرة. المباراة ديت طبعا مباراة بتنتظرها كل الجماهير على بشغف كبير. مباراة مصيرية، خاصة إن هي تعد المباراة الثانية للنادي المصري، اللي ممكن يقدر إن شاء الله بإذن الله يحقق فيها حلم الجماهير بعد كاس 88 89. ان شاء الله باذن الله الجماهير تسعد بالفوز على سيراميكا كليوباترا في الدور النهائي. لكن قبل ما اتحدث احب ان اعلق على بعض النقاط اللي شايف ان هي ممكن تؤدي في لا قدر الله النتيجه عكسيه، اللي هي الشحن الزائد للجماهير وتحميل الجهاز الفني واللاعبين آمال كبيرة جدا وعريضة، رغم ان ده حق مشروع. لكن الشحن الجماهيري الزائد ممكن يؤدي لا قدر الله لنتائج عكسية مش محتاجينه ومش مطلوب. لذلك نادت بعض الأقلام وبعض الأصوات زي الكابتن كبير مصطفى أبو الدهب عبر صفحته على الفيسبوك، وطالب ان كابتن ميمي عبد الرازق يبتعد بالفريق عن بورسعيد ويتجه لبدء المعسكر السريع في برج العرب استعدادا للمباراة وفصل اللاعبين عن حالة الحراك الكروي اللي موجودة في الشارع البورسعيدي. أيضا زميل نبيل التفاهني في جريدة أخبار اليوم النهاردة، في جريدة الأخبار النهاردة كتب مقال بهذا الشكل وبهذا العنوان، وطالب فيه ميمي عبد الرازق بان هو يطالب اللاعبين بالخروج من حاله الارتخاء اللي ظهروا بيها في مباراه سموحه، وان هم يحاولوا يركزوا بقدر كبير جدا في المباراه القادمه ويبعدوا عن الهدوء المبالغ فيه اللي هم ظهروا بيه في اللقاء. ايضا الزميل الصحفي محمد عباس تناول بتحليلاته في عدد من المقالات في جريده الاهرام بهذا الشأن، ويمكن كمان هو تناول بدء المعسكر لفريق النادي المصري في برج العرب ان شاء الله، والراحه اللي منحها عليهم كابتن ميمي عبد الرازق، الراحه السلبيه عقب مباراه سموحه، وده كان طبعا مطلوب علشان اللعيبه تخرج من حاله الجمود وحاله الشحن اللي كانت موجود فيها بعد المباراه. طبعا عمل معاهم كابتن ميمي قعده كبيره جدا عرف فيها كل واحد سلبياته ايه اللي كانت في المباراه، الاخطاء اللي وقعوا فيها خلال اللقاء، وطالبهم طبعا بنقل ليهم تحيات مستر كامل ابو علي ومجلس الاداره والجمهور النادي المصري الكبير، وطالبهم بضروره الخروج بثلاث نقاط ان شاء الله باذن الله في اللقاء النهائي. ايضا عجبني تحليل الاستاذ الزميل محمد دياب مراسل المساء في بورسعيد، وتناول فيه بشكل كبير جدا عدد من الموضوعات الخاصة بفريق النادي المصري ومرحلة بداية وجوده مع بعد رحيل التوأم حسام ابراهيم حسن وتولي دكتور ميمي عبد الرازق مهام الفريق، والنتائج الجيدة اللي انتهى بها ميمي عبد الرازق من 9 مباريات، فوز في 5 وتعادل في 3 وهزيمة واحدة. طبعا تناول الزميل دياب الصراع اللي كان موجود والانقسام اللي كان موجود بين الجماهير في الفترة بتاعة التوأم، والخلافات اللي كانت موجودة ومعاملته السيئة للاعبين، والتأثير كل دوت وانعكاسه على نتائج الفريق، واللي أدى في النهاية إلى انقسام أصلا أيضا داخل مجلس الإدارة
ولكن في النهاية إن مستر كامل أبو علي حسم الموقف وأدى في النهاية إلى رحيل التوأم متولي ميمي عبد الرازق. طبعا دي كلها كانت مرحلة، ومرحلة أعتقد إن هي لابد إن احنا نستفيد منها كأعضاء مجلس إدارة كجماهير، إن احنا لينا في المقام الأول الفريق وليس الأشخاص. الأشخاص زائلون وراحلون، ولكن يبقى الفريق ويبقى النادي المصري باسمه. يجب أن نتعلم من أخطائنا، ويجب ألا نكرر تلك الأخطاء. مباراة سيراميكا كليوباترا احنا لينا معاها قبل كده مباراتين في الدوري، كانت نتائجنا فيها غير موفقة. هزيمة بثلاثة أهداف في الدور الأول، ثم هزيمة أخرى في الدور الثاني. اللقاء الأول كان بيدرب النادي المصري في كابتن إيهاب جلال، ويمكن إيهاب جلال تولى الفريق في بداية الموسم، وكان دي أول مباراة لينا في أول مباراة لينا في الموسم، وكانت أدت وأعتقد إن النتيجة كانت نتيجة طبيعية جدا لعدم تفهم إيهاب جلال لطبيعة اللاعبين وطبيعة الفريق. وكان سيراميكا كليوباترا كان منسجم أكثر مع مديره الفني ومع بينه وبين اللاعبين. المباراة الثانية طبعا كانت في وجود حسام حسن، وكان الوقت دوت تولى تدريب فريق سيراميكا كليوباترا كابتن التونسي معين الشعباني. ومعين الشعباني كان يعني بينه وبين النادي المصري يعني خلافات اثناء رحيله في الموسم الماضي، وكان ايضا كان سبب الخلافات دي كان حسام حسن، لان كان الفتره ديت اللجنه السباعيه اعلنت تعيين حسام حسن مدير فني النادي المصري في وجود معين الشعباني نفسه، لم يكن قد غادر النادي بعد. كل ده احدث رواسب سيئه عند معين الشعباني، وكان يعني انا يعني كان استطيع ان اصف هذا الامر بانه كان طار بينه وبين النادي المصري، تحول في تلك المباراه الى فأر لابد ان هو ينتزع بالثلاث نقاط. وده اللي حصل فعلا في المباراه، واستطاع معين الشعباني بمعرفته الجيده لفريق النادي المصري واللعيبه ونقاط الضعف والقوه اللي عنده، استطاع ان هو يهزم حسام حسن. وحسام حسن ما قدرش يجاري حتى معين الشعباني في فكره وادارته للمباريات. اعتقد ان كل النقاط السيئه اللي كانت في الماتش الاول والماتش الثاني مع سيراميكا كليوباترا استطاع النادي المصري انه يتغلب عليها في الفتره الاخيره بتغيير الجهاز الفني للنادي المصري بتعيين ميمي عبد الرازق واقاله حسام حسن. اللعيبه عايزه تثبت لمجلس الاداره ولجمهور ان هي فعلا لعيبه جيده، وليست كما كان يصفها التوأم بانها لعيبه ضعيفه وانها ما عندهاش امكانيات وانه بيلعب بالقماشه اللي موجوده، القماشه السيئه، وانه لابد ان هو يتم تدعيم تلك القماشه بلاعبين جدد في الفتره الماضيه. ويمكن ده حصل، بعض اللاعبين جت النادي المصري ولكنه ايضا لم يستطع استغلالها. ولكن الدكتور ميمي استطاع ان هو يعالج كل الاخطاء اللي موجوده في النادي المصري، استطاع ان هو يألف بين قلوب اللعيبه وبين مجلس الاداره وبين الجماهير بالنتائج الجيده اللي عملها. دعم كبير جدا من مجلس الاداره بقياده مستر كامل ابو علي، دعم من الجماهير، يعني الانقسام اللي كان موجود بين الجماهير الفتره الماضيه لم يعد موجود. كل ده عوامل بتؤكد ان النادي المصري مستقر نفسيا، مستقر بدنيا، مستقر ذهنيا. ان شاء الله باذن الله ينعكس هذا على اللقاء القادم. ولكن انا اتمنى ان كل اللعيبه لما تنزل ان شاء الله المباراه تكون على قدر كبير جدا من المسؤوليه، عندها امل كبير جدا لجماهير انها لازم تحققه. التركيز لازم يبقى عالي، التفاهم والتناغم بين اللعيبه في المباراه، عدم الابتعاد عن الانانيه في لعب الكره، اللعب الجماعي، اللعب لمسه واحده، عدم وجود ميس باس كتير في اللقاءات. كل ده هيؤدي الى ان شاء الله باذن الله ان احنا نخرج فائزين بالثلاث نقاط، ونبارك للنادي المصري. تحياتي ليكم، وان شاء الله باذن الله نلتقي الى في لقاء قادم قريب باذن الله.